أحلى قوالب مكرونة بالبشاميل، والسر في تعصيج اللحم. بصراحة طريقة هتعجبكم جدا، وإن شاء الله تجربوها وتقولوا له رأيكم. يلا نبدأ مع بعض. السر في تعصيج اللحم: معلقة سمنة، شوية زيت. المفروض نبدأ بالبصل، لأ ده بطريقة مختلفة، والسر في كده ننزل باللحمة المفرومة، نقلبها كويس زي ما حضراتكم شايفين، طبعا على نار متوسطة. بعد كده بننزل بصلتين كبار مبشورين، نقلبهم كويس مع اللحمة. كوباية كبيرة عصير طماطم، نقلب. طبعا ريحة اللحمة مفيهاش ريحة زناخة خالص، ولا ان هي ريحة مش كويسة، بالعكس الريحة بتاعتها مختلفة خالص عن طريقة تعصيج اللحمة اللي احنا كنا كلنا معتادين عليها. بعد كده بننزل بورق لورا، بيديها طعم حلو، فلفل اسود، كزبرة، كمون. طبعا ما بنحطش الملح خالص دلوقتي، وبنحط طبعا بهارات، 7 بهارات. بعد ما اللحمة اتعصجت كويس بننزل في الاخر بالملح. بعد كده بنبدأ نسلق المكرونة، طبعا حلة على النار فيها زيت وملح، بننزل بالمكرونة تتسلق. بعد كده بنبدأ نعمل البشاميل، معلقة كبيرة سمنة. طبعا اللي ما بيعرفش يعمل بشاميل، لو حطينا 4 معالق دقيق قصادهم 4 معالق سمنة، او العكس، طبعا معلقتين ممكن سمنة وزيهم زيت. بنقلب كويس الدقيق مع السمنة. بننزل بلتر حليب، نقلب كويس، طبعا بمضرب سلك علشان لو في اي بنضرب كويس لو في اي دقيق متكتل بفك. بعد كده بنحط فلفل اسود وملح. طبعا دلوقتي ده قوام البشاميل. دي المكرونة بعد ما اتسلقت، بنحط مغرفتين كبار بشاميل ونقلب كويس المكرونة. بعد كده بنجيب القوالب، ممكن تعمله في صينية كبيرة عادي، بس بصراحة انا بعمل القوالب، ولادي حبوها، يبقى كل واحد منهم قالب. بنبدأ ننزل المكرونة طبعا اللي احنا حاطين عليها بشاميل، طبعا بنحط في قعر القالب بشاميل. وبعد كده بننزل بالمكرونة نفردها كويس. دلوقتي دي اللحمة المتعصجة بنفردها كويس في القالب. طبعا ما اقولكوش على طعم وريحة اللحمة جميلة جدا. طبعا بتحط زيتون، ده اختياري براحتكم، بس بصراحة بيدي طعم للبشاميل لقوالب المكرونة. حابة تحطي جبنة موتزاريلا، ده ميكس موتزاريلا على رومي على شيدر. بعد كده نحط شوية بشاميل، نحط الطبقة الأخيرة من المكرونة نفردها كويس، والطبقة الأخيرة بشاميل نفردها بالشكل ده. دلوقتي بعد ما خلصنا فرد البشاميل، ممكن برضو تحطوا شوية موتزاريلا على شيدر، تبقى جاهزة كده ميكس على بعضه. بعد كده بندخلها الفرن على درجة حرارة عالية تستوي. وادي القوالب ما شاء الله ريحتها وطعمها جنان، اتمنى تقوموا تجربوها. ما تنسوش تدعموني في القناة وتشتركوا وتفعلوا كل زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد.
كان معاكم هبة هنداوي،